يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. ومن الأدعية عند النوازل والفتن والخوف ما أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم عند لقاء العدو اللهم أنت عضدي وأنت ناصري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، كما عند أبي داود والترمذي وأحمد. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فإذا كان المحيي والمميت والرزاق هو الله، فلماذا التعلق بغير الله؟ لماذا التعلق بغير الله؟ ولماذا الخوف من الناس؟ وصلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. أيها المسلم، لا يمكن للقلب أبدا أن يسكن أو يرتاح أو يطمئن لغير الله. فاحفظ الله يحفظك، وردد فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. رأى موسى البحر أمامه والعدو خلفه فقال كلا إن معي ربي سيهدين. إنها العناية الربانية إذا ركن إليها العبد صادقا مخلصا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار ويرى أقدام أعدائه على الباب، أي باب الغار، ويلتفت إلى صاحبه يقول لا تحزن إن الله معنا. والأعجب من ذلك وهو مطارد مشرد يبشر سراقة بأنه سوف يلبس سوار كسرى. هكذا الإيمان والاعتصام بالله. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا نزل به أمر أو أصابه غم لجأ إلى الله، نزل أو فزع إلى الصلاة يلجأ إلى الله، يشكو إلى الله ويناجي مولاه. إنها الثقة بالله عند الشدائد، فهو يأوي إلى ركن شديد. فيا من وقعت بشدة ارفع يديك إلى السماء وألح على الله بالدعاء، والله يعصمك من الناس. وإن كنت مظلوما فأبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.